عنصر مهم جدًا في ناس كتير مش بتاخد بالها منه وهي بتعمل إعلاناتها، وبيأثّر على ثقة العميل فيك من غير ما أنت تاخد بالك، ألا وهو العميل أول ما بيروح على صفحة الهبوط من إعلانك بيلاقي إيه؟ ساعات بتكون رسالتك التسويقية في الإعلان بتتكلم عن حاجة، ورسالتك التسويقية في صفحة الهبوط بتتكلم عن حاجة تانية، حتى لو في اختلاف بسيط من غير ما أنت تاخد بالك. وده بيلعب هنا أو ده بيعمل لنا مشكلة هنا في نقطتين. المشكلة الأولى هي إن العميل لما بيلاقي إن هو ما لقاش الوعد اللي أنت بتوعده له بيمشي من الصفحة، فده بيترجم على المنصة الإعلانية إن أنت في تجربة عميل سيئة، فده بيعاقبك وبيرفع لك تكاليف إعلاناتك. العنصر التاني إن العميل لما شافك وعدته بحاجة في الإعلان وراح على اللاندنج بيج لقى الوعد ده ما اتحققش، هنا بالنسبة له أنت بقيت مش بتوفي بوعدك. وعلى العكس، لو أنت هو راح من على الإعلان لللاندنج بيج ولقى إن الرسالة التسويقية واضحة، هنا أنت عملت له حاجة في النفسية بتاعته إن هو ده أنا اللي أنا توقعته لقيته. فيبقى أول تجربة ما بينك وما بين العميل إن هو إن أنت اللي وعدته بيه قدمته له، فلعبت هنا على النفسية بتاعته إن أنت بتوفي بوعدك، فدي حاجة بتقربه أكتر للشراء من غير ما أنت تعمل أي مجهود إضافي.